سألنا على الفيسبوك المرة اللي فاتت تحبوا نتكلم عن ايه في الموضوع اللي جاي، وكلكم اتكلمتوا عن البكتيريا والحر وايه اللي ممكن البكتيريا ان هي تسببه في ارتفاع درجة الحرارة. وكمان حددتوا خصوصا البكتيريا والامعاء والقولون وايه اللي ممكن يسببوا ارتفاع درجة الحرارة في اذية للجهاز الهضمي. واتكلمنا عن البكتيريا اساسا، هي فعلا البكتيريا لها دور كبير في اصابات الجهاز الهضمي. اصابات الجهاز الهضمي مبدئيا هي اكتر تحدي بيواجه الانسان طول الوقت، لان معظم الامراض اللي بتيجي للانسان بتكون اساسها الجهاز الهضمي، واكتر حالات الوفيات بتكون من امراض الجهاز الهضمي. امراض الجهاز الهضمي بتشمل ايه؟ اولا الجهاز الهضمي عندنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من الامعاء، من الدقيقه والغليظه، ومن المعده، ومن كل مكونات القناه الهضميه ابتداء من الفم وحتى فتحه الاخراج اللي هي فتحه الشرج. بيعتبر اكتر عرض شائع للجهاز الهضمي الامراض والاصابه بيه هو الدياريه او الاسهال، والدياريه او الاسهال دي من الحاجات اللي ممكن تسبب الوفاه فعلا عند الاطفال حديث الولاده وحتى سن 5 سنوات. طب يا ترى ايه اللي بيسبب الاصابات او الامراض او الاعراض اللي بتحصل للجهاز الهضمي وبتسبب حالات الوفاه وبتسبب الخطوره الشديده ديت؟ عندنا الفيروسات والبكتيريا والطفيليات من الحاجات اللي بتسبب امراض الجهاز الهضمي، لكن المعروف ان معظم اصابات الجهاز الهضمي البسيطه بتتحل بشكل تلقائي دون التدخل الدوائي. طب ايه اللي ممكن اصلا ان هو يسبب اصابه للجهاز الهضمي؟ اول حاجه عندنا المدخلات للجسم. ممكن المدخلات دي تكون حاجات ملوثه، زي ايه مثلا؟ زي طعام مش نظيف، زي ميه فيها طفيليات، زي انتقال الاصابه من شخص مصاب لشخص اخر سليم. ممكن كمان عن طريق التعرض المباشر للبكتيريا او الفيروسات اللي بتبقى موجوده في قطرات المطر وقت نزول المطر في فصل الشتاء. وكمان ممكن يكون عن طريق تلوث بالبراز مريض، يعني ممكن حد يدخل تواليت ويكون مريض وما يغسلش ايده كويس، فيبتدي ان هو يحضر اكل او ياكل او يحط ايده على مكان حد تاني سليم حط ايده عليه واستخدم ايده في الاكل او في الشرب او اتعامل بيها في ان هو عمل اكل او كده. علشان كده احنا دايما بنقول لازم غسل الايدي ضروري جدا جدا، لانه ده بيقيك من كتير من الامراض. مش بس وقت الكورونا كنا بنقول اغسلوا ايديكم واهتموا بتعقيمها والكلام ده، لكن طول الوقت احنا معرضين ان احنا ايدينا تنقل لنا اصابات كتير جدا، لان الايد اكتر حاجه عرضه احنا بنستخدمها في حياتنا وبنعمل بيها الاكل وبنشرب بيها وبناكل بيها. فالايد دي لازم تكون طول الوقت نظيفه ولازم تكون طول الوقت متعقمه، لان احنا كمان ممكن ننقل بيها الفيروسات، ممكن ننقل بيها البكتيريا. علشان كده غسل الايدين ده تقريبا نمره واحد اللي بيخلينا يعني يقينا من شر الامراض المختلفه، اذا كان بتتنقل عن طريق الفيروسات او بتتنقل عن طريق البكتيريا او حتى الطفيليات. طيب هنتكلم ازاي بقى يكون في علاقه ما بين اختلاف درجه الحراره سواء ارتفاعها او انخفاضها واي اصابات ممكن تحصل لنا في الجهاز الهضمي. ده بيحصل باكتر من طريقه. اول حاجه هنتكلم فيها فساد الاطعمه. فساد الاطعمه ده بيكون بفعل البكتيريا الموجوده في الاطعمه نفسها، ودرجه الحراره بيكون لها دور كبير جدا في فساد الاطعمه. مثلا عندنا بكتيريا السالمونيلا، دي من اشهر البكتيريا الممرضه اللي بتبقى موجوده في الاطعمه، بتسبب اصابات كتير للجهاز الهضمي وبتقدر انها تنمو وتتكاثر وبتنشط في ارتفاع درجات الحراره. يعني معنى كده انها بتنمو وبتنشط في فصل الصيف. عشان كده دايما بنلاقي ان فصل الصيف بتكثر فيه الاصابات باعراض الجهاز الهضمي، بتكثر فيه الامراض بتاعه الجهاز الهضمي، علشان بكتيريا زي بكتيريا السالمونيلا دي زي ما قلنا ان دي اشهر بكتيريا بتصيب الجهاز الهضمي، بتبقى نشاطها ونموها وتكاثرها كله معتمد على ارتفاع درجه الحراره. البكتيريا لما بترتفع درجه الحراره، بكتيريا السالمونيلا بتلاقي دي بيئه مناسبه وملائمه جدا لانها تبدا تنمو وتتكاثر وتكون مستعمرات وتمارس حياتها اللي بيها بتسبب امراض للجهاز الهضمي للانسان اذا تناول طبعا الطعام اللي هو فاسد دوت او اللي بيحتوي على السلاله بتاعت السالمونيلا. كمان عندنا بكتيريا اسمها كامبيلوباكتر. البكتيريا دي بكتيريا موسميه برضو، لكن هي بتنشط في فصل الربيع، وبرضو بتعتبر درجة الحرارة ان هي حاجة من الحاجات اللي بتخلي البيئة ملائمة ليها علشان تقدر تنمو وتتكاثر وتنشط. والرابط ما بين تغيير الطقس ونشاط البكتيريا ده بيكون في عدة عوامل كتير جدا، زي مثلا اختلاف نسبة الرطوبة. كل سلالة بكتيرية بيكون لها نسبة رطوبة معينة بتقدر انها تنمو وتتكاثر فيها. مثلا درجة الحرارة، في درجات حرارة بتبقى مناسبة، كل بكتيريا لها درجات ولها مدى لنموها. يعني مثلا في بكتيريا بتنمو في درجة الحرارة مرتفعة جدا، في بكتيريا بتنمو في درجات الحرارة منخفضة جدا، وفي بكتيريا بتقدر تأقلم نفسها على درجات الحرارة
فبالتالي كل سلاله بكتيريا بيبقى لها مدى او رينج تقدر انها تنمو فيه في درجات الحراره. كمان سقوط المطر من عدمه بيبقى حسب تغير الفصول وحسب تغير المناخ. ممكن في مناخ بتبقى المطر بيبقى كتير، بيبقى بالتالي البكتيريا والفيروسات اللي موجوده او العالقه في الجو ممكن انها تعلق بقطرات المطر دي، وفي فصل تاني بيكون ما فيهوش امطار، فالحكايه دي بتفرق كتير في طريقه نمو وانتقال السلالات البكتيريه. كمان الانسان نفسه العادات بتاعته الغذائيه بتختلف من فصل لاخر، من موسم للتاني. يعني مثلا في فصل الصيف بيبقى اكله ووجباته الغذائيه بتختلف تماما عن فصل الشتاء. ونوع الطعام اللي هو بيتناوله، الطعام بيختلف من فصل لفصل. كمان روتين الانسان في الحصول على الوجبات الغذائيه بتاعته بتختلف باختلاف الفصول، وبتختلف كمان نوع الوجبات الغذائيه اللي هو بيتناولها. في اطعمه بتبقى موجوده في فصل الصيف، اطعمه موجوده في فصل الربيع، اطعمه في فصل الشتاء بس. فنوع الوجبات الغذائيه نفسها بيختلف، بالاضافه للجرعات بتاعه الميه اللي بيتناولها الانسان. فصل الصيف طبعا بيكثر تناوله وشربه للميه علشان درجه الحراره المرتفعه، وبالتالي بيبقى في العادات الغذائيه بتاعت الانسان بتتغير حسب تغير الفصول، حسب تغير درجات الحراره، وبالتالي بتتغير معاها اصابات البكتيريا اللي ممكن تصيبه او نشاط البكتيريا اللي ممكن تسبب له اي عدوى. طيب ده من حيث تاثير المناخ على فساد الاطعمه، الحاجات اللي هتدخل جوه جسم الانسان عن طريق الفم، الحاجات اللي الانسان هياكلها وتكون فيها فساد او فيها بكتيريا او فيها سلالات ممرضه، المناخ بيأثر عليها، بيزود نموها، بيزود نشاطها. طب ايه تاني ممكن يأثر على البكتيريا اللي بتسبب العدوى للانسان؟ درجة الحرارة برضو بتأثر على الميكروبيوم الموجودة داخل جسم الإنسان، وبالتحديد داخل الجهاز الهضمي، عشان ده اللي بنتكلم عنه النهاردة. إيه هو الميكروبيوم ده؟ هي مجموعة البكتيريا الموجودة داخل الجسم أو داخل الجهاز. إحنا النهاردة بنتكلم عن الجهاز الهضمي، فيبقى الميكروبيوم الموجودة في الجهاز الهضمي هي مجموعة البكتيريا الموجودة داخل الجهاز الهضمي، بتبقى موجودة باي نيتشر، يعني بالطبيعة. يعني الجهاز الهضمي الطبيعي بيبقى فيه مجموعة من السلالات البكتيرية، وهنتكلم عنها لسه قدام، بتكون بالطبيعة موجوده في الجهاز الهضمي. طيب قبل ما نقول بقى درجات الحراره بتاثر ازاي على الميكروبيوم دي، ممكن نقول اصلا درجات الحراره ازاي بتختلف. ارتفاع درجات الحراره مثلا، ايه اللي ممكن يسبب ارتفاع درجه حراره الجسم، جسم الانسان نفسه، فيسبب نشاط للبكتيريا دي او خمول او وات ممكن يحصل ايه يخليها تنشط وتاذي الانسان. ممكن ارتفاع درجه حراره الجو، البيئه المحيطه بينا يكون درجه الحراره مرتفعه، زي مثلا في فصل الصيف زي ما قلنا. ممكن كمان لو الانسان بذل مجهود كبير جدا رفع درجه حراره الجسم عن طريقه. ممكن كمان التمثيل الغذائي، لو الانسان اكل وجبه محتاجه تمثيل غذائي بتطلع حراره. ممكن كمان لا قدر الله لو اعراض مرضيه مثلا، في اي امراض في المناعه او اي امراض تانية. طب ازاي بقى درجة الحرارة دي ممكن تأثر على الميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي للإنسان؟ بكتيريا الجسم، وزي ما قلنا احنا تحديدا النهارده بنتكلم عن الجهاز الهضمي، بتقدر انها تأقلم نفسها على درجة الحرارة بتاعة الجسم. يعني بتقدر تأقلم نفسها على درجة الحرارة بتاعة جسم الإنسان اللي هي تبقى تقريبا ثابتة عند 37 درجة سيليزيوس. طيب المكونات الأساسية للخلايا الحية بتكون حساسة جدا لدرجة الحرارة. يعني مثلا لما بترتفع درجه الحراره بتبتدي تتغير حاجات كتير في الخليه. زي ايه؟ زي ان البروتين الموجود في الخليه بيحصل له دينيتشر، يعني بيحصل له تشوه او تغير في الشكل والهيئه بتاعته. بيبتدي الماده الوراثيه انها الهيكل البنائي ليها بيحصل لها تغير في شكلها. بتبتدي الغشاء البلازمي والماده السيتوبلازميه اللي موجوده في الخليه انها تبقى اكثر سيوله، لان الماده السيتوبلازميه دي والغشاء البلازمي بتكون ماده عباره عن فيها لزوجه كده شويه، نسبه اللزوجه بتاعتها عاليه، ففي ارتفاع درجه الحراره بتبقى الماده دي اكثر سيوله. لما بتنخفض درجه الحراره بيحصل العكس تماما. اولا كل حاجه بتكون بطيئه لما بتنخفض درجه الحراره. كمان الانزيمات بتاعه الجسم بتبتدي انها تكون ادائها ضعيف جدا جدا، التمثيل الغذائي بيكون بطيء جدا جدا. الغشاء البلازمي والماده السيتوبلازميه والبلازميه اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتبتدي انها يحصل لها حاله ركود او حاله جمود، عكس ما حصل لما درجه الحراره ارتفعت، ان حصلت حاله سيوله، وان اللزوجه دي بدات يبقى فيها شيء من السيوله. اللي بيحصل لما درجه الحراره بتنخفض بيحصل جمود او ركود للماده السيتوبلازميه دي. طيب بالنسبه بقى للبكتيريا الموجوده في الجهاز الهضمي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول، قلنا ان هي باي نيتشر بتبقى موجوده في الجهاز الهضمي، زي مثلا سلالات بكتيريا الاشريشيا كولاي وبكتيريا الانتيروبكتيرياسي. المجموعه بتاعت الانتيروبكتيرياسي دي كل سلالات البكتيريا اللي فيها بتبقى موجوده باي نيتشر في الطبيعه، او معظمها يعني بتبقى موجوده باي نيتشر في
في الطبيعه بتبقى موجوده في الجهاز الهضمي للانسان، ما بتاذيهوش، بالعكس هي بتفرق مع الانسان كتير في عمليات التمثيل الغذائي وعمليات الهضم. والبكتيريا دي هي عباره عن بكتيريا مقاومه للحراره. يعني ايه مقاومه للحراره؟ يعني بتقدر انها تاقلم معيشتها مع درجات الحراره المختلفه، يعني بتقدر تتاقلم في درجات الحراره المرتفعه ودرجات الحراره العاديه بتاعت جسم الانسان اللي هي زي ما قلنا تقريبا 37 درجه. يعني مثلا بنلاحظ ان بكتيريا زي الاشيريشيا كولاي بتقدر انها تنمو في درجه حراره 0 درجه سلسيوس 0، ومنها بعض السلالات في المعمل بنقدر ان احنا ننميها عند درجه حراره 8 وحتى درجات حراره 45 درجه سلسيوس، وممكن كمان توصل ل 48 او اكتر. البكتيريا الممرضه او الباثوجينيك اللي بتدخل جسم الانسان وبتسبب له اعراض مرضيه بتعتبر ان درجه الحراره وبالتحديد ارتفاع درجه الحراره عامل مهم جدا لنشاطها وتكاثرها ونموها. عندنا في سلالات كتير ممكن تكون باثوجينيك وممكن تكون ممرضه للانسان، هنقول منها مثلا زي السالمونيلا، زي اليرسينيا، زي مثلا الباثوجينيك اشيريشيا كولاي. واحنا قلنا الاشيريشيا كولاي اوريدي بتبقى موجوده في جسم الانسان بالطبيعه، لكن في سلالات منها بتكون باثوجينيك يعني بتكون ممرضه. وزي كمان عندنا السودوموناس. دي امثله على اشهر السلالات اللي ممكن تكون باثوجينيك او ممرضه للجهاز الهضمي للانسان. وزي ما قلنا انها بتعتمد على ارتفاع درجه الحراره اعتماد يعني مهم جدا في ان دي الحاجه اللي بتنشطها، اللي بتزود نشاطها، اللي بتزود نموها وتكاثرها علشان تقدر انها تتكاثر وتصيب الانسان. طب ده بيحصل ازاي؟ هي بتتعامل مع درجه الحراره وارتفاع درجه الحراره كاشاره بيئيه ليها انها تقوم بتنظيم الجينات بتاعتها الموجوده عندها علشان تكون اكثر شراسه في اصابه الجهاز الهضمي وفي اصابه الانسان بالمرض. الجينات دي بيتم تنظيمها بكفاءه شديده جدا في درجات الحراره المرتفعه. يعني مثلا لو في درجات الحراره الحمى مثلا في درجه حراره 42 درجه سلسيوس، ده بيكون يعني تكون البكتيريا دي شديده النشاط في الوقت ده، بتقدر انها تتكاثر وتنمو، بتكون دي البيئه الملائمه ليها في درجه الحراره علشان تقدر انها تقوم بنشاط. وطبعا زي ما قلنا ان درجه الحراره لما بترتفع زي درجه حراره الحمى اللي هي 42 دي بتبقى اعلى كتير من درجه حراره جسم الانسان اللي احنا قلنا انها بتكون تقريبا ثابته عند 37 درجه سلسيه. وبالتالي البكتيريا الممرضه دي لو في درجه حراره الجسم العاديه ممكن انها ما تصيبش الانسان باي ضرر، ما بتسببلوش اي عرض، لكن وقت لما درجه الحراره تبقى ملائمه ليها، تبقى بيئه ملائمه ليها لانها تنمو وتتكاثر، بتبتدي انها بتقوم بالنشاط بتاعها. كمان الانزيم اللي موجود في بكتيريا زي بكتيريا السودوموناس ارجينوزا، الانزيم دوت بيسبب للانسان اعراض مرضيه، ودي برضو بتكون في درجات حراره مرتفعه. يعني مثلا درجه حراره 45 درجه سلسيوس مثلا دي بتبقى في حالات المرض او في حالات الحمى. في درجه الحراره دي الانزيم بتزداد كفاءته جدا، بيقدر ان هو ياثر جدا ويظهر الاعراض ويظهر المرض على الانسان. كمان سلالات بكتيريا الكوليستريديوس، البكتيريا ديت ممكن انها تنمو في درجه حراره 37 درجه سلسيوس اللي هي درجه حراره جسم الانسان لحد درجه حراره 45 درجه مئويه. ومعنى كده ان السلاله دي لو اصابت الانسان حتى في عدم ارتفاع درجه الحراره ممكن انها تاثر عليه وممكن انها تسبب له اعراض مرضيه. في عالم امريكي في جامعه ميشيغان في الولايات المتحده الامريكيه حب ان هو يعمل دراسه على النقطه دي والجزئيه دي. فاولا وجد ان الناس ممكن انها تتطابق او تتماثل في جيناتها بنسبه 99%، لكن حقيقه التماثل او التطابق في الميكروبيوم او زي ما قلنا مجموعه البكتيريا الموجوده في الجهاز الهضمي بالطبيعه، التماثل بتاع البني ادمين في الميكروبيوم الموجوده في الجهاز الهضمي ده بيبقى 0%، يعني 0%. يعني معنى كده ان كل انسان مستقل بذاته في مجموعه الميكروبيوم او مجموعه البكتيريا الموجوده في الجهاز الهضمي عنده، مفيش انسان زي التاني في مجموعه الميكروبيوم الموجوده جوه الجسم. كمان العالم ده وجد ان البكتيريا ونشاطها مرتبطه ارتباط اساسي بدرجه الحراره. فمثلا لقى سلاله زي سلاله الفيرميكيوتس، السلاله ديت بتتاثر جدا بدرجه الحراره وبتنشط عمليه التمثيل الغذائي بتاعه السلاله دي وعمليه النمو وعمليه التكاثر، وبتنتج ماده مهمه جدا من عمليه التمثيل الغذائي بتاعها. الماده دي بتدخل في الدم وبتبتدي انها تاثر على استجابه جهاز المناعه، بتبتدي انها تاثر على التمثيل الغذائي للجسم اللي اصابته، وبتبتدي انها تظهر اعراض مرضيه على الانسان اللي اصابه. في علماء امريكان برضو سنه 2018 كانوا عايزين يدرسوا تاثير ارتفاع درجه الحراره على الميكروبيوم او على البكتيريا الموجوده في الجهاز الهضمي ده، فبداوا ان هم يعملوا تجارب على حيوان السلمندر ذو الظهر الاحمر. حيوان السلمندر ده بداوا ان هم يعملوا التجربه عليه في درجه حراره 10 و15 و20 علشان يشوفوا
الميكروبيوم اللي موجوده في كل درجه حراره هتختلف ازاي باختلاف درجه الحراره. لقوا انه درجات الحراره فعلا بتاثر تاثير كبير على الميكروبيوم موجوده في الجهاز الهضمي، ولقوا ان ارتفاع درجات الحراره بتعمل حاجه غريبه جدا جوه الميكروبيوم اللي موجوده في الجهاز الهضمي، بتقلل نسبه الميكروبيوم او البكتيريا المقاومه للامراض داخل الجهاز الهضمي، وبتزود وبتعمل وفره وتنوع للبكتيريا اللي بتسبب الامراض داخل الجهاز الهضمي. يعني معنى كده ان الجهاز الهضمي بيبقى عرضه للمرض، لان البكتيريا اللي بتقاوم المرض بتقل جدا، والبكتيريا الممرضه بتتنوع وبتبقى فيها وفره وبتزيد اعدادها. طب في سؤال تاني، هل يا ترى البكتيريا الموجوده في الجهاز الهضمي دي لها دور في انها تحافظ على درجه حراره الجسم؟ يعني تحافظ على ثبات درجه حراره الجسم عند 37 درجه سليزيه او 37 درجه مئويه زي ما بنقول؟ هل يا ترى البكتيريا لها دور في حاجه زي كده؟ عشان نرد على السؤال ده هنرجع تاني للعالم الامريكي اللي في جامعه ميتشيغان في الولايات المتحده الامريكيه، لان هو فعلا عمل دراسه علشان يثبت الفرضيه ديت، وبدا ان هو وفريق العمل بتاعه يعملوا البحث او الدراسه دي علشان يثبتوا الفرضيه دي، وهقول لكم دلوقتي وصلوا لايه. العالم الامريكي ده هو والفريق العمل بتاعه حب ان هو يعمل التجربه دي تحت ظروف محكمه ومنظمه، يعني تحت ظروف معمليه هو اللي هيهيئها ويكونها علشان يقدر ان هو يقيس تاثير ارتفاع درجه الحراره فعلا على الميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي. فابتدوا ان هم جابوا مجموعه من فئران التجارب تقريبا متماثلين او متطابقين جينيا، وابتدوا ان هم يقسموهم لمجموعتين متساويتين، مجموعه كانت بشكل عادي جدا وطبيعي وما حصلش اي تدخل فيهم، ومجموعه ثانيه بداوا ان هم يعملوا اباده للميكروبيوم اللي موجوده في الجهاز الهضمي بتاعهم كله، ده عن طريق الانتيبيوتكس طبعا او المضادات الحيويه. فبقى احنا دلوقتي عندنا مجموعتين، مجموعه الفئران الطبيعيه ومجموعه الفئران اللي ما عندهاش ميكروبيوم خالص في الجهاز الهضمي بتاعها. وابتدى ان هو يلاحظ ايه اللي بيحصل. لقى ان الفئران الطبيعيه لها قدره عاليه على تنظيم درجه الحراره بتاعه الجسم والحفاظ على درجه الحراره ثابته، في حين ان الفئران او مجموعه الفئران الثانيه اللي حاصل فيها اباده او اللي هي فاقده تماما للميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي كان استجابتها في الحفاظ وثبات درجه الحراره بتاعه الجسم ضعيفه جدا. وبالتالي يعني كان في دلوقتي دليل او ايفيدنس على ان الميكروبيوم اللي موجوده في الجهاز الهضمي دي لها دور كبير في الحفاظ على ثبات درجه حراره الجسم. وبالتحليل طبعا لقوا ان البكتيريا الطبيعيه اللي موجوده في امعاء الفئران اللي كانت طبيعيه، اللي فيها البكتيريا الطبيعيه بتاعه الجسم، لقوا ان الامعاء دي فيها بكتيريا اسمها لاشنوسبيريسي. البكتيريا دي هي اللي مرتبطه ارتباط وثيق بالحفاظ على ثبات درجه حراره الجسم. بكتيريا سلاله اللاشنوسبيريسي ديت موجوده في الامعاء البشريه، هي اشهر السلالات البكتيريه اصلا اللي موجوده في الامعاء البشريه، وبالتالي بقى عندنا دليل على ان البكتيريا فعلا الموجوده في الجهاز الهضمي لها دور كبير جدا، مش هنقول طبعا الدور كله، ولكن هي لها دور كبير جدا في انها تحافظ على ثبات درجه حراره الجسم وتحافظ على درجه حراره الجسم عند 37 درجه سلسيوس. الدراسه دي لقت ان في ارتباط وثيق ما بين السلاله بتاعت اللاشنوسبيريسي وما بين الحفاظ على درجه حراره الجسم، ودي في حالات الصحه وفي حالات المرض. طبعا انتوا كنتوا عايزين ان احنا نتكلم عن درجه الحراره، ارتفاع درجه الحراره وتاثيرها على الانسان، والبكتيريا اللي بتبقى ممكن تسبب اي اعراض للجهاز الهضمي او بتاذي الجهاز الهضمي، او يعني عسر الهضم والمشاكل اللي بتحصل في الجهاز الهضمي بشكل عام في ارتفاع درجه الحراره او في فصل الصيف. اكتر من حد طلب الطلب دوت في البوست اللي احنا سالناه على الفيسبوك، عشان كده احنا هنتكلم عنه النهارده. وطبعا عايزه اقول لكم ان انتوا لو اول مره تشوفوني على اليوتيوب ممكن تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي، وممكن تضغطوا على الجرس عشان يجي لكم كل جديد من القناه. ولو ما كنتوش مشتركين عندي على صفحتي على الفيسبوك ممكن تعملوا لايك وفولو وتقولوا لي رايكم في الفيديوهات وفي محتوى القناه. ولو عايزين اي موضوعات علميه نتكلم فيها سواء تخص البكتيريا او الفيروسات او الطحالب والفطريات، ممكن ان احنا تبعتوا لي على رسائل الصفحه او في التعليقات او في الكومنتس حتى على اليوتيوب، وانا بشوف كل التعليقات. وطبعا اللي انتوا تحبوا فيه اللي انتوا تحبوا نتكلم فيه هنتكلم فيه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه باذن الله.